مرحبا، اليوم حديثنا حيكون عن عمارة المقاهي، وما هو السبب اللي خلاني أختار مقهى رضا علوان كمعمارية، وخصوصاً أنا تخصصي عمارة. أول سؤال راح يجي بذهن المشاهد أو المتلقي، شنو العلاقة بين القهوة والعمارة؟ هنا راح نبدي بطرح تساؤلات. أول سؤال اللي راح نطرحه، إنه القهوة علاقتها بعمارة، هل ممكن تكون هناك علاقة؟ هل هي علاقة مكان؟ علاقة ذاكرة؟ علاقة رائحة؟ راح نبدي أول شي بالمكان. كمعمارية متخصصة بالعمارة، السبب اللي خلاني أختار رضا علوان بالتحديد إنه إحنا بالعراق عندنا عدة مقاهي، ما لا يحصى من عدد المقاهي. العمارة بشكل عام إحنا نخلق عمارة للإنسان. طيب راح يجول بذهني إنه العمارة إذا هي للإنسان شنو علاقتها بالقهوة؟ هنا راح ندخل بصلب الموضوع، إنه ذاكرة المكان خصوصاً بالمقاهي تتجسد بالذاكرة، تتحول إلى صورة. طيب إحنا عندنا عمارة تقليدية وعمارة حديثة وعمارة معاصرة. السبب اللي خلاني أختار رضا علوان هو يعتبر مثال للعمارة المعاصرة، وخصوصاً هناك نهضة من ناحية المكان، من ناحية الإعمار، من ناحية كل التفاصيل الموجودة به. البعد المكاني هنا راح يتجسد بالإحساس. أنا كمتلقي اليوم أدخل رضا علوان، هل فقط إنه أشرب قهوة؟ هل هو الغاية أو الغرض فنجان قهوة أم إحساس أم مكان؟ هذا كله مطلوب، لأنه اليوم رضا علوان هو مو بس مكان، هو مكان اجتماعي ثقافي ترفيهي علمي، إضافة إلى أنه يدعم البحوث العلمية. وخصوصاً أنا كمتخصصة عمارة فدرست علاقة العمارة والمكان والتكنولوجيا، والنموذج مالتي رضا علوان. راح يجي هسه ببالي أو ببال أي متلقي موجود أمام الشاشة إنه طيب هي القهوة شنو العلاقة، يعني القهوة بالمكان بالإنسان؟ لا، هنا راح نوقف. أنا اليوم عندي 3 أماكن مهمة. أول شيء مكان البيت اللي هو مكان الراحة، المكان الثاني اللي هو مكان العمل اللي أقضي به طول فترة طويلة، المكان الثالث هو المكان الاجتماعي اللي أحتاجه جداً، قد يكون أقعد به أناقش قضية دينية، سياسية، علمية، ثقافية. والجانب الأهم والأكبر، اليوم إحنا شبابنا، طلابنا وطالباتنا بدأوا إنه يتواصلون خارج البيت، عندي مشروع، عندي شغل، عندي امتحان، عندي مناقشة، آخذ حاسبتي، آخذ دفتري، آخذ كتابي وأروح إلى مكان اجتماعي يوفر لي هذه البيئة. رضا علوان ومن حسن حظنا إنه رضا علوان وفر هذا المكان، مكان ثقافي ومكان اجتماعي ومكان علمي، إضافة إلى وفر الراحة النفسية الموجودة داخل الفضاء والراحة المكانية. وأهم فقرة به إنه مكان صحي وبيئي ومستدام. يعني إحنا فكرنا بالإنسان أولاً، وفكرنا بالمكان ثانياً، وفكرنا بالعمارة ثالثاً. فناتج ذولي الثلاثة هو هرم قمتها الإنسان، وبقية الأضلاع هي مكملة إليه. إذن رضا علوان بالنهاية يجسد ذاكرة مكان، ليس فقط برائحة قهوة ولا بصوت فنجان، وإنما مكان اجتماعي مستدام. إيناس علي، أكاديمية وتدريسية.